السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك. انا طبعا كنت قلت من الصبح واحنا في السوق جبنا سمك، كيف هنعمله بقى للغدا كده. انا عن نفسي يا جماعة بحب السمك المقلي. في ناس زعلت لما بقول ان العروسة ما ينفعش تعمل ترقص وتتنطط وتعمل كده. انا مش قصدي حاجة ولا يعني مش قصدي ان انا عيب فيها او حاجة، بس يعني في زمايلك، في صحابك، في اهلك، هم يفرحوا لك احسن. انما معلش ما تبقيش عامله شبه الاراجوز في الفرح، عماله تتنططي وتجري ما ينفعش. يعني ما ينفعش تقولي لي بقى ده يوم واحد، ده ساعه واحده، ده ما ينفعش. انت عروسه، عروسه يعني معنى كلمه عروسه يعني ملكه، المفروض تقعدي كده تبقي ملكه. انما ما تقعديش تتنططي. انا بشوف والله العظيم حاجات، يعني انا مش قادره اقول او اقول لكم الموضوع، يعني بصراحة زاد عن حده. يعني انا كل الاغاني كل المهرجانات هي حافظاها، بتغني معاها، بتقعد تشور بايديها، إيه، تجري في القاعة وتتنطط في القاعة وصحابها وراها. إيه، لا ما ينفعش، ما ينفعش. تقولي بقى ده ليلة العمر، ده هي ساعة، ده هي نص، لا ساعة ولا نص ساعة، زي نص. ارقصي واعملي كل حاجة بس بعقل. يعني في حاجة اسمها عقل، انما مش بالطريقة دي. ولا عمر دي ما كانت اسمها حاجة اسمها فرحة، دي مش فرحة. وانا حاسة انه بقى عادي من كتر ما هو عاد بينعمل. يعني انا دي تقريبا بقت كل الافراح كده، كنت بروح الافراح بلاقي العروسة كده. ما ينفعش انتي بقى قاعدة كده، ست البنات كده قاعدة على كرسيكي او ممكن رقصتي، برضو يبقى رقصك رقص بعقل كده، مش على الطبلة نازلة، على البتاع نازلة، على ده نازلة، على ده نازلة. ما انت سايبة فرصة اصلا لا رقاصة ولا الفقرات ولا لاصحابك ولا لاي حد يعمل حاجة. انت قايمة ما شاء الله عليكي بكل الادوار. فياريت ما حدش يفهم كلامي غلط. إيه، الاصول مهما مر عليها الزمن هتفضل هي الاصول برضه. مش معنى ان حد عمل حاجة غلط معنى ان هي بقت صح، لا. الغلط هيفضل طول عمره غلط، والصح هيفضل طول عمره صح. مهما الزمن عدى ومهما كل الناس اتجهت للغلط هو غلط. فيعني ربنا يهدي.